ازيكم يا جماعه؟ فيديو جديد وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. انا عارف ان هي متاخره عشان الفيديو ده بيتصور تالت يوم العيد، بس يا رب ينزل رابع يوم العيد. والنهارده معانا اكتر 10 مسرحيات استمرت سنين عرضها، والمسرحيه اللي في المركز العاشر معانا هي مسرحيه كده اوكي. دي كانت بطوله احمد السقا وهاني رمزي ومنى زكي وياسمين عبد العزيز، والمسرحيه دي استمر عرضها 4 سنين. والمسرحيه اللي في المركز التاسع معانا هي مسرحيه شاهد ما شافش حاجه بتاعت عادل امام، والمسرحيه دي استمر عرضها 4 سنين من سنه 76 لسنه 80. وعلى فكره في مسرحيات كتيره قوي قعدت الفتره دي 3 4 سنين، بس احنا جبنا 2 بس يدخلوا جوه القايمه دي، زي مثلا مسرحيه عفروتو قعدت برضو 4 سنين. والمسرحيه اللي في المركز الثامن معانا هي مسرحيه حزمني ياه، ودي كانت بطوله فيفي عبده ومحمد هنيدي وحسن حسني وشريف منير ومدحت صالح، والمسرحيه دي استمر عرضها 5 سنين. والمسرحيه دي على فكره ما كانتش هتقعد اكتر من 3 4 شهور، لولا ان في صحفي نزل مقاله عن المسرحيه دي. المسرحيه دي ما كانش حد بيدخلها والابطال قالوا كده، لحد لما في صحفي كتب مقاله قال ان ازاي في مسرحيه اسمها حزمني يا بابا، وازاي اب يعمل كده ببنته وبتاع. المهم ايه، شتمهم في المقاله دي بالذوق يعني، فالناس الفضول خدها ان هي تروح تشوف بقى ايه العبث اللي بيحصل ده. فالمسرحيه الناس حبوها واستمرت بقى سنين كتير. عشان كده هتلاقي فنانين كتير قوي بيحبوا الدعايه السلبيه، ان هم لو ناس شتموهم ده بالنسبه له ده نجاح، وان الشجره المثمره بتتحدث بالطوب وكده. والمسرحيه اللي في المركز السابع هي مسرحيه رايا وسكينه بطوله شاديه وسهير البابلي، والمسرحيه دي برضو استمرت 5 سنين من سنه 80 لسنه 85. والمسرحيه اللي في المركز السادس هي مسرحيه المتزوجون، دي كانت بطولة سمير غانم وجورج سيدهم والفنانة شيرين، والمسرحية دي استمرت 6 سنين من سنة 78 لسنة 84 تقريبا. وقبل ما نخش على المركز الخامس يا ريت تشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش. والمسرحية اللي في المركز الخامس هي مسرحية الزعيم، ودي برضو استمر عرضها 6 سنين، ومش محتاج اقول يعني ان هي كانت بطولة عادل امام، وكانت سنين عرضها من سنة 93 لسنة 99. والمسرحية اللي في المركز الرابع هي مسرحية العيال كبرت، دي كانت بطولة سعيد صالح واحمد زكي ويونس شلبي وحسن مصطفى، والمسرحيه دي استمر عرضها من 6 ل7 سنين. نيجي بقى للمسرحيه اللي في المركز الثالث وهي مسرحيه مدرسه المشاغبين، ودي برضو كانت بطوله عادل امام وحسن مصطفى واحمد زكي ويونس شلبي، والمسرحيه استمر عرضها 7 سنين. والمسرحيه اللي قبل الاخيره هي مسرحيه الواد سيد الشغال، ودي برضو بطوله عادل امام. عادل امام من ال10 مراكز دول واخد 5 مراكز، والمسرحيه دي استمرت 8 سنين. ونيجي بقى للمسرحيه الاخيره وهي بتاعت عادل امام برضو، ودي انا كنت مستغرب ان هي استمرت الفتره دي كلها، هي مسرحيه بودي جارد، والمسرحيه دي استمرت 11 سنه، يعني من سنه 99 لسنه 2010. وكان عادل امام ما كانش عايز يعرضها غير لما يتوفى. بعد كده ام بي سي مصر خدت الحقوق بتاعتها وعرضتها من 3 سنين او من 4 سنين سنه 2021. ده صدمت اغلب الناس ان المسرحيه مش دمها خفيف زي اغلب مسرحيات عادل امام. والمسرحيه دي برضه عشان اتعرضت في خلال 11 سنه، وممكن على فكره تكون مشكله المسرحيه دي ان هي قعدت سنين طويله تتصور، يعني تقريبا حتى البطله اتغيرت. يعني انا شفت المسرحيه كانت معروضه بالفنانه رغده، وشفت صور تانية اللي كانت تقريبا البطله شيرين سيف النصر، فهو تقريبا في ممثلين كتيره اتغيروا في خلال ال 11 سنه دول. طلع 4 أو 5 أبطال للمسرحية دي اتغيروا، زائد أصلا بطلة المسرحية اللي هي كانت راغدة اعتذرت، وجت شيرين سيف النصر واعتذرت، وجت دينا الرقاصة. وأنا مش عارف أصلا دينا الرقاصة كان إيه علاقتها براغدة وشيرين سيف النصر. حتى كمان ممكن عادل امام يكون اداؤه او طريقته في القصه في بدايه الالفينات غير في اواخرها سنه 2009 و2010. وممكن تكون قصه المسرحيه نفسها ما جاتش مع الناس عشان مسرحيات عادل امام القديمه، مدرسه المشاغبين والواد سيد الشغال، كل المسرحيات دي بتضحك لحد دلوقتي. ففي ناس ممكن تقول السبب في القصه، وممكن الناس تقول بسبب ان هي المسرحيه دي فضلت سنين كتير. وكده بقى خلصنا القايمه. نيجي للتوضيح ان المسرحيات دي مش بتتعرض ال5 سنين ورا بعض، لا هي بتتعرض في وقت الصيف بس، اللي هم ال6 7 شهور بتوع السنه. فتره الشتاء ما بيبقاش فيها مسرحيات، زائد ان المسرحيات دي بيبقى في منها كتير، يعني ممكن شهرين تتعرض في اسكندريه، شهرين في القاهره. ممكن المسرحيات دي اغلبها او كلها سافرت بره مصر، هتلاقيهم في سنه من السنين دي لفوا جوله بقى في الخليج والوطن العربي كله. وبعد الثوره بتاعت 2011 تقريبا ما بقاش فيه ولا نجم عايز يعمل مسرح، بسبب ان هو الارباح او الفلوس بتاعت المسرح اقل من الاعلانات حتى والاعمال الفنيه. فعشان كده كلهم كبروا من المسرح. غير دلوقتي المسرح في الخليج عشان الفلوس فيه اكتر، فبيروحوا يعملوا مسرحيات هناك. برضو المسرحيات بتاعت السعوديه ما بتستمرش قوي،
يعني هتلاقي احمد حلمي بيعمل مسرحيه عرضها 3 شهور 4 شهور، اكرم حسني نفس الكلام، ما بتعيش كتير زي المسرحيات دي. ونيجي بقى لاخر حاجه في الفيديو، ودي انا نفسي تحصل، ان في مسرحيات كتيره بتنزل في السنه محدش بيسمع عنها حاجه. ممكن تبقى مسرحيات كويسه بس بسبب ان مفيش تصوير او المسرحيات دي ما بتتصورش فمحدش بيفتكرها. ممكن الناس بتروح تحضرها 3 4 شهور وخلاص، ما بتبقاش فيه دعايه. فممكن بقى لو قناه صغيره او التلفزيون المصري بدل ما هو خلاص صدى ما بقاش حد بيتفرج عليه، طالما هو عنده الامكانيات او عنده معدات التصوير، يصور المسرحيات دي ويخلي حقوقها عنده، بحيث ان هي لو مسرحيه عجبت الناس زي مثلا مسرحيه حزمني يا، لما قلنا اصلا كانت المسرحيه هتقف بعد 3 4 شهور، ممكن المسرحيه دي تعجب الناس والناس تروح تحضرها في المسرح. زائد ان التلفزيون المصري ممكن يكسب من بيع المسرحيه دي بعد كده، ان هو يبقى معاه الحقوق بتاعته، بدل ما في مسرحيات كتيره قوي بتنزل في السنه محدش بيسمع عنها حاجه. وكمان في حاجه لازم اصلا تبقى موجوده في مصر من زمان، يعني احنا اول ناس دخلها السينما واول ناس كانت بتعمل مسرح. مفيش منصه او مفيش مركز بيحسب احصائيات المسرحيات دي، يعني مفيش حد بيقولك المسرحيه دي استمرت قد ايه بالسنين بالظبط او بالايام. لا، هو انت اغلب الاخبار اللي نازله على المسرحيات دي هي مقالات او ناس كانت كاتبه اخبار من سنين. فانت اصلا لو انت دلوقتي عملت اي مسرحيه وابتديت تنزلها بقى على موقع هاشتاكا وشخلعه ومش عارف ايه ان المسرحيه دي قعدت 6 سنين، فالناس اللي هتيجي تبحث عن المسرحيه دي مثلا كمان 10 سنين هتلاقي الاخبار المضروبه اللي انا مثلا كاتبها، فهتلاقي الدنيا عايمه خالص. فلازم يبقى في مركز رسمي لحساب على فكره المسرحيات دي قعدت سنين قد ايه، وعدد التذاكر او الناس اللي دخلوا المسرحيه دي شافوها لايف كان كام. وبس كده اكون خلصت كل اللي عندي. لو الفيديو عجبك يا ريت ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه.